أول شيء يستطيع إبليس أن يقوم به هو التحكم في التردد. إبليس لا يأخذ إنسان ويدمره، إبليس يقوم بالتحكم في التردد الداخلي. كيف ذلك نريمان؟ وما معنى التردد الداخلي؟ إبليس يعلم أن الإنسان عبارة عن جسد كربوني، نفس، حقل مغناطيسي وحقل كهربائي. إذن إبليس يعلم كيمياء الإنسان الداخلية والخارجية. ماذا قام إبليس حتى استطاعوا كل هؤلاء الفنانين وكل هؤلاء الناس المعروفين على وجه الأرض أن يقوموا بالطقوس المتناسقة والتشابك الإبليسي؟ إذن قبل ما يفتحوا الباب، يعني الباب يفتح فقط في الدرجة الخامسة، يفتح فقط بمفتاح توت عنخ آمون. مفتاح توت عنخ آمون فيه 3 مفاتيح. هذه المفاتيح سيعلمها هذا الإنسان الذي يقوم بالعقد. ما معنى العقد؟ أول شيء، الصوت هو مفتاح التردد. الصوت الذي تسمعه هو مفتاح التردد. كيف ذلك نريمان؟ عندما يطلع هذا الفنان على المنصة، على الخشبة، وقبل ما يمضي العقود ويتحول إلى فنان عالمي، يجب أن يبدأ بأول عهد، وهي المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هو أصلا لما دخل هو يعلم أنه سيقوم بالدخول إلى العقود. إذن هو يعلم أنه يريد أن يبقى في نفس المكان، يريد أن يرتقي، يريد أن يصبح مشهورا، يريد، سواء كان رجل سياسي أو معروف عالمي عنده أموال، أو يريد أن يكون في مرتبة ما، عليه أن يبدأ بهذه الشروط. العقد الأول هو أن يذهب هذا الإنسان إلى مكان هو يعلم إلى أين هو ذاهب. يعني ما كاش واحد يرفضه يسرقه ويقول له الآن أنت ستمضي العقد. لا، هناك شروط قبل إمضاء العقد. ما هي هذه الشروط نريمان؟ تسمى بالاعتراف، فهم الرمز، إمضاء العقد، التضحية والقبول. هذا هو الشروط. إذن عندما يذهب هذا الفنان ليقف قبل ما يوصل لمنصة، وأنتم تعرفوا كل فنانين معروفين الآن، هنا عليه أن يذكر أو يعترف ما عليه. يعني أنا الفنان الفلاني جئت إلى المكان الفلاني حتى أقوم بالجزء الثاني اللي هو فهم الرمز. جئت لأكون مع بافوميت اللي هو بليس، اللي هو ساتون. هذا الاسم هو أصلا يجب أن يعترف به. إذا لذلك يسمى الذكر أو الاعتراف. مادام اعترف وفهم كل ما يحدث أمامه، أنه الآن خرج من مرحلة الدنيا التي ممكن فيها العادات والتقاليد والدين بالنسبة له، هنا انسلخ منها، دخل مباشرة إلى العقد الأسود. إذن هذا الفنان عندما يقف في هذا يسمى فهم الرمز أو فهم ما هو عليه. الآن هو هنا مرتبة ثانية. حتى يصل إلى الإمضاء يجب أن يذهب إلى العقد. العقد يعني أن يفهم العقود التي تسلسلت، لذلك يسمى التسلسل. تسلسل هذا الإنسان من ADN، انسلخ ليدخل إلى التسلسل الإبليسي. يعني في ناس سبقوه ودخلوا عملوا عقود مع إبليس. إذن أنا الآن إنسان عندي الADN، أعرف ذلك، ولكن سأدخل إلى جنس آخر وهو إبليس. إذن إبليس الذي بلس من رحمة الله. إذن أنا الآن سأدخل في هذا العقد. لهذا يسمى فهم الرمز. الأول اعتراف، الثاني فهم الرمز، الثالث هو العقد. حتى توصل تمضي العقد يجب أن يكون هناك التضحية أنك ضحيت بكل ما عندك من اعتقادات، دين، حب لأهلك، التعلق بهم، لأن التضحية ممكن تكون. ما دام قام بكل تلك الأمور، آخر شيء هو مفتاح توت عنخ آمون. مفتاح توت عنخ آمون فيه 3 أمور: الطقوس، التواتر، والعهد. هذه الطقوس يجب أن يقوم بها. إذن قلنا أن يقوم بأي طقس يطلبه من إبليس. ممكن يلبس ملابس إناث، وأن يقوم بالجنس مع أي حيوان أو أي مخلوق آخر. ممكن أن يأكل أي شيء نين بطريقة يعني غريبة، يقوم بشيء يعني غير بشري، شيء
يخجل الإنسان أو يخاف. ثانيا أن يكون متأكد أن ما يقوم به ليس من الADN، يعني غير بشري، ولكنه دخل في الجنس الآخر الذي هو الجن، اللي هو إبليس جنسه جن. أما الثالثة وهو مفتاح الثالث وهو العهد، هذا المفتاح هو الذي يشمل فتح المرتبة الخامسة. عندما يدخل هذا الفنان ويقف يجد في المرتبة الخامسة المنتجين والمخرجين الذين سبقوه، وكل الناس اللي احنا ما عندنا معهم حتى علاقة، يعني لا نعرفهم، ولكن هم كذلك موجودين في تلك المنظمة اللي هي في المرتبة الخامسة. هنا في المرتبة الخامسة يطلب منه أن يقوم بفهم ما سيقوم به على المنصة. ما معنى ذلك؟ أنت تريد أن تكون فنان مشهور؟ نعم. تعترف بذلك؟ نعم. تريد أن تبقى في تلك الشهرة؟ نعم. تريد أن يكون عندك مال؟ نعم. بيوت، قصور؟ نعم. كل ذلك. تريد أن تبقى بشبابك ودائما كما أنت تنير أمام الناس ولا يتغير سنك؟ نعم. إذن أنت الآن فاهم ما عليك وما عليك. هو لا يعلم أنه إذا دخل لا يستطيع الخروج. الآن هو جاهز، سيطلب منه أن يغني بطريقة ما على ترددات ما، ولكن بشرط. هذا الفنان لما يكون على المنصة راح يكون مثل ماريونات، يعني يلعب به كما يشاءون. الملابس التي سيلبسها، التردد الذي سيقوله، كل ذلك مدروس من خوارزميات إبليس، يعني البافوميت. الفنان لما يروح على المنصة ماذا يقوم يا ترى؟ هنا المصيبة. لما يذهب مجموعة من الناس باش يتفرجوا في الفنان الفلاني الذي أصبح مشهور بسبب تلك العقود ومفتاح توت عنخ آمون، إذا الآن هو في المنصة يقوم الجسم، جسمه هو مع متناسقة التي هي إبليسية واقفة قدامه، يعني هناك متناسقة إبليس. إبليس الآن قدامه أكثر 100,000 شخص يستناو هذا الفنان يبدأ يغني، الصالة مليانة بالناس. ماذا يحصل؟ تردد الصوت الذي سيصدر من الآلات هو مدروس بطريقة ما، لذلك تسمى الطقوس الإبليسية في بداية يعني هذه الحفلة. إذن يكون فيها الجمهور، يكون فيها في هذه المرتبة الفنان اللي حيغني، ولكن ما وراء الفنان العالم الآخر بكل الترددات، لأنه كل إنسان غادي يسمع هذا الفنان il va être synchronisé مع العالم الآخر، ترددي ترددك وتردد الآخر. هذا التردد كيف يكون؟ عندما يبدأ الإيقاع الموسيقى يبدأ الحقل الكهربائي للإنسان يدخل في اللينيومون، يعني في نفس السطر. هذا السطر الذي يبدأ الإنسان يقوم بحركات التناسبية. هذا التناسب الإبليسي هو اللي يجعل هناك خلل في النفس للإنسان. لما يكون يرقص بتلك الطريقة لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، يقوم إبليس بوضع الخلل الذي قام به في السجود. ذاكرين السجود؟ هو نفسه. إذن الخلل يبقى يدخل إبليس. هنا يكون كل الشبكة الموجودة اسمها la synchronisation avec le diable، أي التناسق والتشابك مع إبليس يكون موجود. إذن الآن كل واحد من جاءوا ليسمعوا هذا الفنان هم الآن في حصار، في عقدة. هذه العقد تسمى العقد التي يتمسك بها إبليس في يد واحدة. عندما يمسك بها هنا يكون هذا الإنسان أسير العقدة، لا يستطيع الخروج من تلك العقد. بنى إيلون ماسك آخر اختراع، ولا نقول لكم في الجزء الثالث. إذن التردد الذي صدر من الموسيقى التي فيها طقوس وترددات معروفة، تلك الترددات التي كانت في تلك الحفلة هي الترددات التي يكون فيها التناسبية مع إبليس. الوقت الذي يبدأ الإيقاع، يبدأ الجسم في الحركة. تلك الحركة تسمى الحركة الحقل الكهربائي التي تأخذ هذا اللينيومون دروات. إذن هنا لا يستطيع الإنسان يتحكم في نفسه، فهذه الفجوة هي التي تترك إبليس يدخل، وهنا يتغذى إبليس على كل ذلك المجمع. إذن هذا الفنان لم يبع نفسه بل باع كل أتباعه لإبليس. إذن هذا
يسمى التشابك الإبليسي أو التشابك مع إبليس. وحصل ذلك في الطقوس المتناسقة. المتناسقة هو التناسق الذي كان ما بين الإيقاع، ما بين الكلمات، ما بين الحضور، ما بين الحقل الكهربائي، وما بين تردد إبليس. إذن كلها أخذت لو ميم لينيومون، وهنا يحصل الاختراق، وهذا هو اللي اسمه المس. لما تكلمت في الأول فاكرين قلت لكم الزهريين هم ناس عاديين مثلنا، وسموهم الزهريين المشعوذين حتى يقوموا بتلك الطقوس اللي ما فيها صفر ذهب، يعني ما يوصل للذهب ولا أي شيء، ولكن هي أمور يقوموا بها. هذا الإنسان الزهري لما ينام، أي إنسان على وجه الأقل تردد العقل يكون من 4 أو من 5 ل 9 فقط، يعني مش أكتر. تردد يولي منخفض. هذا التردد المنخفض هو نفس تردد العوالم الأخرى، لذلك يحصل اختراق في النوم، لأنه التردد تاعك ينزل وهذاك التردد منخفض، لأنه التردد المنخفض للاختراق ما هوش نفس التردد للوسواس. الوسواس تردد مرتفع، لأنه هادو السحرة اللي يقوموا بالسحر تردد تاعهم راه نفس التردد تاعنا 4 5 9 فقط، ولكن التردد المرتفع هو البليس اللي راه ما بين 40 و 60 هرتز. هذا هو الوسواس اللي يدخل لك يقول لك بايزوم تكون دابز مع واحد ويجي هو يقول لك لا دفنه قتله دير له هنا تردد عالي، هنا يتحكم فيك. علاش يقول لك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعطيك الفكره كامله. اذا تردد من 40 ل 60 هرتز هنا هذا هو الوسواس. إذا تكلمنا على التلبس البارحة كيف يكون، أعطيتك الآن تردد اللي تكون نايم عليه هو 5 9، نفس تردد يعني تلك الطقوس اللي يقوموا بها، نفس الأدي اللي كما أنت شيطان الإنس. إذا أنت تشوف كل تلك الطقوس ويحصل لك الاختراق. باش ما يحصل لكش الاختراق في الليل أعطيتك الحل من القرآن الكريم، الوضوء من القرآن الكريم، تدبر القرآن والخلوة مع الله، لن يحدث اختراق. الآن الوسواس، كيف أستطيع أن أتغلب على الوسواس وراه من 40 ل 60 هرتز نريمان؟ أوكي. الله عز وجل لما تكلم على إبليس أعطاك الحلول في القرآن الكريم وأنت تعلمها. الإنسان لما يكون عنده أخلاق دينية وتقوى الله، وخاصة فهمتوا الآن وش معناتها تقوى الله؟ تقوى الله هو هذا الأمر الذي يخلي الهرتز من 40 60 ما يتحكمش فيك، انت الهرتز تاعك يطلع. لذلك الله عز وجل يقول لك اتق الله. تقوى الله هو اللي غادي يغلب الوسواس اللي من بين 40 60 هرتز. تقوى الله أقوى، لأنك ستتقي الله. جات عندك هذيك البنت باش تزني معاها، تقول لها لا اتقي الله فيك. خصك فلوس؟ نعم هاكي اختي روحي، ربي يسهل عليك ودبري خدمة بالحلال. تقوى الله الهرتز تاعك يكون أقوى من 40 60 تاع إبليس. إذا تقوى الله هنا يبان لما تكون عندك تتقي الله. ما تقتلش هذاك الإنسان، ما نقولك قادر تقتله بس ما تقتلهاش، قادر تنتقم منه بس ما تنتقمش منه. ما تديرش شيء اللي يديك لإبليس، لأنه إبليس ماذا به يقول لك يلا فازي روح، لأنه وسوس لك من 40 حتى 60 هرتز وقال لك فازي روح وقتله دفنه ماكش يشوفك، فتقول له لا. هنا تجي الهرتز المرتفع اللي هو تقوى الله، ما يخليكش تقدر، يعني ما يخليكش تروح تستسلم لهذا الهرتز المرتفع من 40 إلى 60 هرتز. إذن تقوى الله أعلى من ذلك. إذن تقوى الله هو هذا الحصن الحامي، وهو هذا السلاح اللي تجيبه وقت اللي يكون شيء مقابل شيء كبير. هذا من 40 60 هرتز وسواس، وهذا تقوى الله أقوى منه. يعني أنت غادي تقول له لا اتق الله. لماذا دائما الإنسان المؤمن يقول لك والله اتق الله في هذا الإنسان أو في زوجتي، أو مع أنه قادر يضرب مرته قادر يحقرها ولكن يتقي الله. إذن باش تكون مؤمن بالله مش سهلة. مسلم كل الناس مسلمين، ولكن الإيمان بالله هو تقوى الله. كل شيء عنده مفاتيح. إبليس عنده مفاتيح وسماها برمزية توت عنخ آمون لأنها رمزية،
ولكن احنا عندنا مفاتيح الكون بداخلنا. هذا التردد اللي هو الوسواس الخناس، أنا إذا كنت رايحة نهاجم أو رايحة نواجه هجوم، أو واش ندير؟ نرفد كأس من الماء في الصباح نقرأ فيه 40 مرة سورة الناس بهذه الطريقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قاعد نهار وانا نشرب هذاك الماء، لأني أعلم أن صورة الناس هي الحصن من الوسواس. ولكن إذا كانت عندك صورة الناس بداخلك وما عندكش تقوى الله، سامارش با، بس لازم يكون نفس الدبدبة، عندك دبدبة صورة الناس ولازم يكون عندك تقوى الله، لأنه إذا ما كنتش تتقي الله صورة الناس ما يدير لك والو. إذا لكل مقام الحياة كلها دبدبات. الكلمة القرآنية دبدبة قوية جدا، لذلك هو عنده من 40 ل 60 هرتز باش يوسوس لك، بس أنت تقوى الله غادي تدمره، لأنه الله دائما عاطيك سلاح. شرفنا بمشاركتك في القناة حتى يصلك كل جديد مع الباحثة والإعلامية أمينة نريمان. تحياتي للجميع.